مستحيل. يتساقطون، يتناقصون، يسقطون بالخمسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب المشاهدين، قبل بدء المقطع صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نذكركم أحبابنا بالاشتراك باللايك بالشير والسبسكرايب، ويلا بينا. أحبابنا، هذا المقطع توقعاتنا الجولة الثانية من مباريات كأس العالم. نراجع توقعاتنا الأولى من الجولة الأولى من مباريات كأس العالم. أول مباراة كانت توقعاتنا عندنا 5 أخطاء في التوقعات. هذا ال5 أخطاء مفاجأة البطولة، زي ما تقول مفاجأة البطولة. إنه إحنا نذكركم إيش الأخطاء اللي عندنا اللي وقعنا فيها في البطولة. أول خطأ عندنا ويلز وأمريكا. إحنا توقعنا فوز المنتخب الأمريكي على المنتخب الويلزي. كانت المفاجأة أن المنتخب الويلزي تعادل مع المنتخب الأمريكي. الخطأ الثاني، وهي مفاجأة البطولة كلها، من فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني 2-0. الخطأ الثالث، توقعنا فوز المنتخب المكسيكي على البولندي، ولكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين. هذا الخطأ الثالث. الخطأ الرابع والمفاجأة الثانية، مفاجأة البطولة كذلك، منتخب اليابان فاز على المنتخب الألماني نتيجة 2-1. والخطأ الأخير في هذه البطولة أنه المنتخب الكوري الجنوبي تعادل مع المنتخب الأوروغواي نتيجة 0-0. لهذا هي 5 أخطاء الذي وقعنا فيها في الجولة الأولى. طيب، الجولة الثانية، توقعاتنا الجولة الثانية المجموعة الأولى. توقعاتنا الجولة الأولى أن قطر ستلعب مع السنغال. توقعاتنا يعني المنتخب السنغالي قوي جدا، وظهر على ذلك القوة أن المنتخب ضد لاعب هولندا انغلب في آخر ثواني في المباراة. هذا سيفوز المنتخب السنغالي على المنتخب القطري الشقيق. المباراة الثانية هولندا مع الإكوادور. المباراة الثانية في المجموعة الأولى هولندا مع الإكوادور. أتوقع من تعادل المنتخبين أو فوز هولندا في هذه المباراة، لأن المنتخب الهولندي دفاعه قوي ووسطه، بس ما أظهرش القوة اللازمة في مباراة غانا، يعني مباراة السنغال. المجموعة الثانية إنجلترا وأمريكا. إنجلترا وأمريكا، هذه تنافس حتكون كبير. أرشح المنتخب الإنجلتري الإنجليزي فوز في هذه المباراة. المباراة الثانية في المجموعة الثانية بين ويلز وإيران. هذه المباراة فيها تكافؤ كثير في المستوى بين الاثنين، ولكن نتوقع المنتخب الإيراني يفوز على المنتخب الويلزي في هذه المباراة. أما المجموعة الثالثة التي تقع فيها السعودية، منتخب السعودية ومنتخب بولندي، إن شاء الله نكون في تعالي وتفاخر في منتخب السعود عشان فاز على المنتخب الأرجنتيني. توقع فيها إما تعادل المنتخب السعودي في هذه المباراة أو فوزه في هذه المباراة. نعم، إن شاء الله ربنا يكرمنا ويفوزوا، يصعد في هذه المجموعة أول المجموعة إن شاء الله. المباراة الثانية المنتخب الأرجنتيني والمكسيك، طبعا فوز المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة. المجموعة الرابعة أستراليا. مباراة قوية، والأستراليين دمهم قوي، يعني عندهم أطول لاعب في البطولة. أتوقع المنتخب الأسترالي يفوز في هذه المباراة، رغم أن المنتخب التونسي لعب مباراة جدا قوية جدا 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 أمام المنتخب الدنماركي في الجولة الأولى. مباراة تونس والدنمارك، أتوقع منتخب فرنسا أن يفوز في هذه المباراة، وربما تعمل الدنمارك مفاجأة في هذه المباراة، لأنهم مفاجأتهم دائما هيك المنتخبات القوية. المجموعة الخامسة إسبانيا وألمانيا. هذه المباراة ستكون طخ نار 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 نار، هتكون إن شاء الله هتكون حماسية جدا جدا.
أتمنى فوز المنتخب الأسباني في هذه المباراة عشان اللي عملته ألمانيا. المباراة الثانية اليابان كوستاريكا، أتوقع فوز المنتخب الياباني في هذه المباراة. المجموعة السادسة بلجيكا والمغرب. المنتخب المغربي أنا متفائل في المنتخب المغربي، لأن المنتخب بلجيكا لم يعمل شيء، لم يقدم شيء في الجولة الأولى. أتوقعه أن يفوز المنتخب المغربي أو يتعادل المنتخب المغربي مع المنتخب البلجيكي في هذه المباراة. المباراة الثانية بين منتخب كرواتيا وبين منتخب كندا. هذه أظهرت لنا أن المنتخب الكندي ليس الفريق الأضعف في هذه المجموعة، وربما يتعادل الفريقان أو منتخب كرواتيا يفوز عليه بشق الأنفس. المجموعة السابعة هي المنتخب الصامبا البرازيلي، سيلعب مع منتخب سويسرا. منتخب سويسرا صراحة لم يقنعني بالمرة في هذه الجولة الأولى، ولعب ضد الكاميرون فاز عليها بشق الأنفس 1-0. أتوقع المنتخب البرازيلي يصعد في هذه المجموعة بسهولة جدا جدا. يعني في هذه المجموعة فوز المنتخب البرازيلي المنتخب السويسري. صربيا والكاميرون فيها تعادل أو منتخب الصربي فوز عليه بشق الأنفس كذلك. المجموعة الثامنة والأخيرة منتخب البرتغالي والأوروغواي، ربما تعادل في هذه المجموعة أو فوز المنتخب الأوروغواي. هذا مفاجئ، منتخب الأوروغواي هيعمل مفاجأة، ربما يتعادل أو يفوز على المنتخب البرتغالي. المباراة الأخيرة في هذه الجولة والمجموعة سيلعب المنتخب الغاني مع المنتخب الكوري. هذه مباراة حتكون حماسية جدا جدا، لأن الاثنين مستواهم متقارب جدا جدا. لهذا ربما يكون فيها تعادل أو يكون فيها فوز المنتخب الكوري بالتفاصيل الصغيرة. وهذه توقعاتنا للجولة الثانية. انتظرونا في ردة فعلنا عن المباريات الحماسية والعربية إن شاء الله. لا تنسى الدعم باللايك والاشتراك وعشان يصير كل جديد في هذا المقطع. السلام عليكم. مستحيل